السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني أحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاية لكم بمعلومة كده عن الزعفران. الزعفران اللي موجود اللي عند العطارين حاليا هو عبارة عن خليط كده لتلوين الأكل. يعني مش زعفران حقيقي، ده مش زعفران حقيقي، دي بودرة زعفران. بتلاقيها عند العطارين ورخيصة. يعني لو قلت له هات ب10 جنيه بودرة زعفران هيسألك انت عايزاها احمر ولا عايزاها اورنج. طبعا الناس بتاخد الاورنج ده بيلونوا بيه الرز البسمتي، والاحمر برضو ممكن بنلون بيه البيض او بنعمل بيه وصفات. برضو هي عموما الوان مش مضرة، لكن هو مش زعفران حقيقي. يعني ده مش لا ده زعفران حقيقي ولا ده زعفران حقيقي، لان حبة اكتر من دول ب10 جنيه، ودول برضو حبة اكتر منهم ب10 جنيه، فهو مش زعفران حقيقي لكنه مش مضر. اما الزعفران الحقيقي بقى اللي هو غالي فعلا، اللي هو ده. انا حبيت اوريكم الزعفران الحقيقي اللي هو الخام. الزعفران الحقيقي الخام غالي جدا، زي ما انتم شايفين كده. علبته بتبقى مكتوب عليها زعفران خام، وعبارة عن حاجة زي الشعر كده. الزعفران ده غالي، الجرام منه ممكن يعدي 300 جنيه. انا يعني من فترة كان بيعدي 300 جنيه، معرفش هو دلوقتي وصل كام. بس الزعفران ده الزعفران الخام. الزعفران الخام بيبقى عبارة عن كده. يعني العلبة دي اهي لما فتحتها هتلاقي فيها الزعفران ده اهو. شايفين الزعفران ده عبارة عن شعر كده. شايفين الزعفران عبارة عن شعر. لما بتيجي تعملي بيه الرز البسمتي، الزعفران ده بتاخدي منه حبة ما بين صوابعك كده، حبة قد دول بالظبط. لو هتعملي مثلا كيلو رز او كيلو ونص لحد 2 كيلو ممكن تاخدي حبة قد دولت. بتاخديهم وتحطيهم في حبة مية صغيرين دافيين، وبتسيبيهم بتاع 10 دقايق، وبعد كده بتحطيهم بالشعر بتاعهم ده على الرز، فبتلاقيه ان هو لون الرز واداله لون جميل جدا جدا. ده اللي بيستخدموه السعوديين في الكبسة والحاجات دي. يعني ده هو ده الزعفران الأصلي الخام. طبعا الزعفران الغالي ده غالي، سعره غالي جدا، عشان كده كانوا زمان بيسموه دهب أحمر. لأن الزعفران من الحاجات الغالية جدا. فانا حبيت في الفيديو ده اوريكم ان ده الزعفران الاصلي. لكن العطارين لو انت قلت له هات زعفران هيديكي ده او هيديكي ده، هيقول لك انت عايزه لون ايه، فانت بتختاري حسب اللي انت عايزاه. انا عن نفسي بستخدم ده ساعات في حاجات وبستخدم ده ساعات في حاجات. بس الرز البسمتي بستخدم فيه ده حبه صغيرين كده منه، بحطهم على الرز البسمتي. ده ممكن يعني انا مثلا لونت بده قشر الفستق، وممكن الون بيه البيض كمان. يعني ممكن نلون بيه بيض شم النسيم. وده برضو نفس الحكايه، ممكن نستخدمه في تلوين البيض او في تلوين قشر سوداني او قشر فستق او كده. اتمنى ان انا اكون فدتكم بالفيديو ده حوالين موضوع الزعفران، لان في ناس كتير قالت لي احنا ما نعرفش الزعفران الاصلي اصلا بيبقى شكله عامل ازاي، فهو ده الزعفران الاصلي. اتمنى ان انتوا يعجبكم الفيديو وتحسوا ان انا قلت لكم معلومه مفيده. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه، وكل سنه وانتم طيبين.